الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم السلو بالطريقه اللي كنديرو، كيجي صراحه واعر. نبداو على بركه الله. عندي هنا الكاوكاو، عندي هنا تقريبا 2 كيلو ديال الكاوكاو، يمكن لكم ديروا الكميه اللي بغيتو. عندي هنا 2 كيلو زنجلان، عندي اللوز عندي كيلو قسمته على 2، نص كيلو حمرته وقشورو على هذا الشكل وغادي نطحنو، ونص كيلو قشرته فزقته في الماء ونشفته واحد الزيت وقليته. وعندي بالنسبه عندي القرفه، عندي النافع مطحون، عندي زريعه البسباس باقا ما طحنتهاش، عندي السكر كلاصي غادي ندير الكميه اللي خاصاني، عندي زيت المائده طبختو مع شويه ديال الزعتر، صفيته خليته دابا راه برد. هذا الزيت اللي قليت فيه اللوز حتى هو غادي نخلط به، وزيت العود، وغادي ندير شويه ديال زيت العود. وعندي هنا واحد الزبده 250 غرام اللي شديتها ودرتها تذوب حتى ما بقاش فيها الماء نهائي، حيت الا بقى فيها الماء غادي يخسر لكم السلو ديالكم وغادي يولي بحال راتب. دابا غادي نبداو نطحنوا المكون. وعندي هنا الدقيق باقي ما مغربلش، حمروا لي هنا من الفران، يعني محمرينه ليا في الفران باقي ما غربلتوش، غادي نغربلو. بغيتو تحمروه في الدار راه طريقه باينه ديال التحمار، راه كديروه في واحد الطنجره اللي ثقيله وكتبقاو تحركوا فيه ولا في الفران في القلاطه. غادي نبدا نطحن الكاوكاو. بالنسبه للكاوكاو غادي نهرمش منه واحد الكميه نطحنها. الكاوكاو النص طحنته على الشكل هذا والنص هرمشته، هانتوما كتشوفوا راه باقيين فيه الحبيبات. اللوز حتى هو غادي نهرمشو صافي. من بعد ما طحنت كلشي انا واحد الكميه ديال الجنان تقريبا قريب كيلو اللي خليته بلا طحين، كيعجبني انا نخلي فيه زنجلان بزاف بلا طحين. خويت اللوز. عندي هنا الشوفان خديته وحمرته وطحنته مزيان حتى هو غادي نضيفه. عندي القرفه، معلقه كبيره 2 كبار بزاف عامرين. عندي زريعه النافع هذا معلقه 2. غادي نزيد زريعه البسباس باقا ما طحنتهاش. عندي هنا الدقيق انا غربلته، وغادي ندير السكر كلاصي حتى هو. هذه راه قصيره التفصيل هذاك ما رفدش ليا كلشي مع كثير. غادي نجيب بانيو عندي نقي، هو فاش غادي نخلط. دابا انا غادي نفرغو في هذا البانيو هذا، غادي نضيف ليه الدقيق. عندي هنا 250 غرام ديال زريعه الكتان حتى هي طحنتها ودرتها وحمرتها واحد شويه. ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش حتى هي كتجي زوينه. دابا غادي نخوي ديك الزويته اللي قليت فيها الزيت، اللوز، الزبده. ما نوصلوش داك كما قلت لكم، راه هذه بقات غير الزويته ما بقاش فيها الماء. زيت العود، نبدا نخوي نخلط بداك الزيت اللي طبخت. بغيتو ديروا غير زيت العود ديروا اللي عجبكم، المهم ولا كيدير اللي بغا. انا هذه الطريقه اللي كندير كيجي بها زوين. دابا غادي نكمل العود حتى كيتجمع ليا